السلام عليكم. معكم أكرم تومي من ولاية برج بوعريريج. عمري 26 سنة، متحصل على شهادة تقني إلكترونيك صناعية. المشروع عبارة عن كرسي متحرك ذكي لذوي الاحتياجات الخاصة. بهذا الكرسي إن شاء الله راح نرفعوا الإحراج على المرضى. الميزة الأولى نقدروا نتحكموا في الكرسي المتحرك عن طريق تطبيق أو تيليكوموند. والميزه الثانيه فيه كاميرا باش الوالد تاعو ولا الام يقدروا يتبعوا الابن هذا وراه، ولا يقدروا حتى هما من الدار يبحثوه بالكاميرا تاعو. وفيه ثاني بطاقه شمسيه لزياده وقت المشي. وفيه ايضا حساس تبول، كاين اللي عندهم شلل نصفي ما يحسوش من تحت، لما يشمخ الكرسي راح يبعث لهم رساله SMS الرقم الهاتف هكا باش يروحوا يبدلوه ولا باش ما يتحرجوش قدام الناس. رباعي الدفع هكا باش يمشي في الطرقات الصعبه، لانه احنا نعرفوا الطرقات تاعنا ماهمش كلها مستويه، وماهوش راح يمشي في المدينه برك، هكا باش يمشوا في الطرقات الصعبه. خدمته بالاردوين، وقريت انا في التكوين المهني على الاردوين وعلى الالكترونيك على الابليكاسيون على البرمجه. وبديت بالحاجه انا نشوف تلاقيت بالمرضى وبديت نسالهم كل واحد نقول له واش يخصك كذا. واحد يقول لي ما نقدرش نطلع العقبه، واحد يقول لي على الشماخ. هو كي يحب يشارجي يدير الروبو، يدير الكرسي المتحرك يشحن، غير يقدم يتلامسوا راح يشحن لاسلكي هكا، ما ينحي الباتري، ما يدير في بريزه، ما يدير والو، يقدر بالتليكوموند راه قاعد يديروا يشحن. هنا هاي تسينيالي، هاي كاين 4 درجات. هنا الباتري راهي مليحه راهي تشارجي، وهنا مادام كاينه الطاقه الشمسيه راها ديما تشحن. احنا بعثنا الوزاره باش يعطونا براعه اختراع، باش ان شاء الله نشوفوا هذا المشروع على ارض الواقع ويستفادوا منه المرضى تاوعنا، ويسهل لهم الطريق ويسهل لولادنا ثاني.